السعرات. طيب لو الهدف هو زيادة العضلات بنعمل العكس تماماً، لازم الطاقة اللي داخلة تكون أكتر، وده بنسميه فائض سعرات. الموضوع بالبساطة دي مفيش أي سحر أو طريق تالت. أوكي، بعد ما فهمنا كمية الطاقة اللي محتاجينها لازم نعرف الطاقة دي نفسها جاية منين. وهنا بيجي دور أبطال القصة بتوعنا، الماكروز أو المغذيات الكبرى، وهم التلاتة اللي كلنا عارفينهم: البروتين والدهون والكربوهيدرات. السعرات اللي حسبناها دي لازم تتقسم على الثلاث عناصر اللي قدامنا دول: البروتين وده الطوب اللي بيبني العضلات، الكربوهيدرات ودي مصدر الطاقة الرئيسي اللي بيخليك تقدر تتمرن وتتحرك، والدهون الصحية اللي ليها دور أساسي في الهرمونات ووظائف الجسم المهمة. التوازن ما بينهم هو سر النجاح، مش إننا نلغي عنصر منهم تماماً زي ما بنسمع. طيب إزاي نحسب الحسبة دي عملياً؟ الموضوع أسهل بكتير مما تتخيل. بص، أول حاجة هتدخل على أي حسبة سعرات أونلاين عشان تعرف رقم سعرات الثبات بتاعك. تاني خطوة هنحدد أهم عنصر، البروتين. اضرب وزنك في رقم بين 1.6 و2.5، وخلينا نبدأ ب2 جرام لكل كيلو، دي بداية ممتازة. ثالثاً الدهون الصحية، هنديها حوالي 20% من إجمالي السعرات. وأخيراً أي سعرات فضلت معانا هتروح للكربوهيدرات اللي هتديك باور في التمرين. بسيطة خالص أهي. واحد من أكبر الأسباب اللي بتخلي الناس تفشل في الدايت هو الملل. فكرة إنك لازم تاكل كل يوم فراخ مشوية ورز وبروكلي. بس الحل موجود في فكرة عبقرية اسمها جداول البدايل أو الأكل بمرونة، ودي الأداة اللي هتخليك تكمل من غير ما تحس إنك محروم. ركز معايا في المعلومة دي عشان هتغير مفهومك خالص. هل كنت تعرف إن 60 جرام رز وزن قبل الطبخ فيهم تقريباً نفس كمية الكربوهيدرات والسعرات اللي موجودة في 260 جرام بطاطس مسلوقة؟ متخيل؟ يعني ممكن تاكل كمية أكبر حوالي 4 مرات وتشبع أكتر بكتير وبنفس النتيجة. دي هي قوة المرونة في الأكل. والأمثلة طبعاً ما بتخلص، زي ما الجدول بيوضح: زهقت من الرز شيله وحط مكانه 260 جرام بطاطس، أو مثلاً 65 جرام توست أسمر. نفسك في شوفان على الفطار؟ مفيش مشكلة، احسبه من حصة الكارب بتاعتك. بالطريقة دي الدايت بتاعك عمره ما هيبقى روتيني وممل، وهتقدر تستمر عليه لشهور طويلة. تمام جداً. كده إحنا ظبطنا حوالي 80% من اللعبة، وهو الأكل. نيجي بقى للجزء اللي بيكمل الصورة، التمرين والمكملات. والقاعدة هنا بسيطة جداً. ركز مجهودك وفلوسك على الحاجات اللي فعلاً بتجيب نتيجة، وبلاش نضيع وقت في تفاصيل صغيرة مش هتفرق كتير في الأول. والنصيحة دي يمكن تكون أهم نصيحة في الشرح كله. العبرة مش في حماس أول أسبوعين اللي يخليك تتمرن 6 أيام ورا بعض وبعدين تقطع. العبرة كلها إنك تلاقي نظام واقعي تقدر تلتزم بيه، حتى لو كان 3 أيام بس في الأسبوع، وتستمر عليه. التغيير بيحصل بالتراكم مش بالانفجارات المؤقتة. الاستمرارية هي اللي فعلا هتوصلك